السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناه. نبداوها ان شاء الله بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اقتراح اليوم ان شاء الله عندي لكم فيه عجين ديال الصابلي ناجح ومضمون 100%. غتفرجوا معايا لهذا الفيديو ان شاء الله، تعرفوا معايا على جميع الاسرار وجميع الحيل اللي تقدروا تخدموا بها الصابلي ديالكم ويبقى معكم مده طويله محافظ على القرمشه ديالو. كيف غتشوفوا هنايا 3 ديال بلاطويات بريستيج، المنظر ديالهم زوين بزاف التفاصيل كلها غتشوفوها معايا في الفيديو، فخليكم معايا. اول حاجه غنبداو بها هي العجين. انا هنايا خادمه كميه شويه كبيره، غادي نعطيكم مقادير ديال 250 غرام ديال المارغرين، درت معاها كاس ديال سكر كلاصي مع كاس ديال سكر حبيبات. كندير كنخلط بين سكر كلاصي وسكر حبيبات باش يجيني هشيش ومقرمش في نفس الوقت. السكر سنيده فكيجي بها الصابلي مقرمش بزاف، والسكر كلاصي الا درتوه غير هو بوحديتو فراه غيجيكم هشيش بزاف، فمن الاحسن اننا نخلطوا بيناتهم بجوج. ضفت واحد الرشه ديال المليحه وزدت واحد المعلقه كبيره ديال معلقه صغيره عفوا ديال النكهه ديال الناطا. يمكن لكم تعوضوا النكهه ديال الناطا بالفاني فقط وراه غيجيكم الصابلي ديالكم لذيذ بزاف. انا هنا لانه عندي كميه شويه كثيره فانا خدمتها في العجانه. الا كنتو غتخدموا باليد ديالكم فغتخلطوا هاد العناصر مزيان باليد ديالكم حتى كتندمج عندكم ديك الزبده مع السكر، وكتحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون القوام ديالو على شكل بوماد. كتكون الزبده نتاعكم الاحسن انها تكون بدرجه حراره المطبخ باش تعاونكم في هذه المرحله هذه. من بعد غنبدا نضيف الزيت، فكل 250 غرام ديال الزبده كنديروا معاها 2 كيسان ديال الزيت. فكيف شفتوا معايا 250 غرام ديال المارغرين كنديروا معاها 2 كيسان ديال السكر بين سكر كلاصي وسكر حبيبات و2 كؤوس من الزيت النباتيه. بالنسبه للنكهه ديال الناطا فراه كتعطي واحد المذاق اللي كيجي لذيذ بزاف، والريحه اللي كتكون ديال هاد الصابلي ملي تيكون تيطيب فراه كتكون واحد الريحه اللي بنينه. تقدروا ديروا اي نكهه كتفضلوا، ولكن النكهه ديال الناطا هي باش معروفه لاباط ديال الصابلي كتجي هكا فيها داك المذاق لذيذ بزاف. من بعد فانتوما كتبداو تدخلوا الزيت ديالكم مزيان مع داك الزبده والسكر وباقي المكونات. انا هنايا سواء تخدموا في العجانه سواء تخدموا حتى في الهاشوار، شي مرات تكون عندي كميه قليله وما فيها هكا اللي يخدم بالايد ديالي كنخدم كلشي في الهاشوار بهذه الطريقه هذه، وعاد من بعد كنبدا نضيف الدقيق وكنخدم بالايد ديالي. هنايا غادي نزيد 4 ديال البيضات كاملين، 4 ديال البيضات في 250 غرام ديال الزبده في 2 كؤوس من الزيت و 2 كؤوس من السكر. المكونات غنخليهم لكم كامله في صندوق الوصف باش هكا ما تلفوش، لانه هنايا كتشوفوا شويه المقادير زايده على داكشي اللي كنقول لكم. من بعد ما كنتحصلوا على هذا الخليط كيكون مندمج مزيان، ما كاينش عندنا حبيبات من الزبده، ما كاينش قطع هكايا نتاع الزبده اللي باينين. صافي كناخذ الخليط ديالي كنضعو في واحد القصعه وكنبدا نضيف الدقيق يكون نوعيه جيده خاصه بالحلويات، ونهائيا ما كنعجنوش العجين ديال الصابلي. كيف كتلاحظوا راه كيتخدم فقط باصابع اليد باش هكا ما كيتلقناش الزيت، وكيبقى الصابلي ديالنا محافظ على الشكل ديالو ملي تيكون تيطيب في الفرن، ما كيديفورماش وكيكون الصابلي ديالنا هكا هشيش ومقرمش وكيجي هكا بنين في الماكله ديالو. اما الا بقيتو كتعجنوا الصابلي هكا وكتخدموا عادي بحال كتعجنوا اي حاجه فراه غيطلق لكم الزيت اولا، غيعذبكم حتى فاش تكونوا كتخدموه وكتقطعوه، حتى في التقطاع ديالو الخدمه نتاعو فغادي تعذبوا معاه. من الاحسن انكم تخدموا الصابلي ديالكم برؤوس الاصابع حتى كتحصلوا على عجين بهذا الشكل هذا، عجينه رطبه وفي نفس الوقت ما كتلصقش باليد وفيها الكميه الكافيه من الدقيق. كنخليوه يرتاح واحد ساعتين او على حسب الوقت اللي عندكم في الثلاجه، ومن بعد غتبداو تورقوه بين واحد 2 ديال البلاستيكات بهذا الشكل هذا بالاستعانه بواحد الميدلك. كتطلقوا العجين ديالكم على حسب، الا كنتو غديروا الصابلي متكون من قطعه واحده فراه كديروا شويه غليظ، كنتو غتلاقيو وحده مع وحده فانتوما كترققوا. كيف كتلاحظوا اول شكل غنخدم معكم هو هذا الشكل الدائري، فكيف غتشوفوا معايا غنخليو عنده فيه شويه ديال السمك لانني غنكتفي بقطعه واحده من الصابلي، ما غاديش نلاقي وحده مع وحده.
وكندخلوها للفرن اللي كيكون مسخن على 180 درجه. الشكل الثاني كيف كتلاحظوا هو هذا ديال القلب، حتى هو خليت لاباط شويه غليظه لحقاش ما غاديش نلاصق حبه مع حبه، يعني غتكون عندي قطعه واحده فيه فقط. كندخلوه على 180 درجه او اقل، يعني تقدروا ديروا حتى 170 وتخليوه يطيب على خاطره، يعني من الاسفل كتخليوه كيطيب حتى كيذهب وعاد كتشعلوا عليه كيتحمر من الفوق. كيف كتلاحظوا خدمت الشكل الثالث بشكل اوفال، راه هو هذا اللي داز في المقطع، وهذا الشكل الرابع اختاريت هذا المرشم هذا. فبالنسبه لهذا المرشم هذا فانا غادي نلاقي وحده مع وحده، قطعه كنديرها مسدوده وقطعه درت لها ديك الحفره في الوسط. تستعنوا باي قطعه تكون عندها هكا دائريه وصغيره. وهذا الشكل ديال الورده كيف كتلاحظوا فرا العجين ديالي مرققاه مزيان لانني غادي نلاقي حبه مع اختها، يعني غنحتاج جوج ديال القطع، من الافضل انه العجين يكون رقيق. فكيف كتلاحظوا مسرعه لكم المقطع ديال الفيديو باش ما يجيكمش طويل بزاف. البقايا ديال الصابلي فراه ما كنجمعوهمش بهذه الطريقه هذه نهائيا، كناخذوا البلاستيك اللي خدمنا فيه وكنطويوه بهذا الشكل هذا، يعني بحال كنجمعوا لاباط فويتي. الا جمعتوه بيدكم بطريقه عشوائيه وعاديه فراه غيخسر لكم يعني الشكل ديالو، يعني فاش تجيو طيبوا هاد القطعه هذه اللي تبقات عندكم غادي ديفورمو ما تبقاش محافظه على الشكل ديالها كيف ما الكميه اللي طيبتو من الاول. هاد الشكل هذا فانا كنطيبو على سيلباط هذه اللي كتشوفوا معايا باش كيجي فيها داك الزخرفه، اولا كيجي الصابلي هكا مزوق راسو براسو. هاد الشكل اوفال حتى هو طيبته في السيلباط، يعني وتقدروا ديروا يعني الصابلي ديالكم في صفيحه عاديه كل واحد والذوق ديالو. هنا غنبداو التزيين. بالنسبه لهاد الشكل ديال القلب فكيف كتلاحظوا كنغطس نصف ديال القلب في الشوكولاته البيضاء اللي مذوبه بهذا الشكل هذا، كنغطسوا فقط نصف ديال الصابلي وكنوضعوا عليه واحد القطعه من ورق الورد البلدي، واحد الورقه بحال هكا، وكنوضعوا الصابلي ديالنا فوق البلاستيك، كنخليوه واحد بضع ثواني هكا كيبدا يشد راسو وكنكحزوه من بلاصتو باش كيبقى هكا الشكل ديالو مفيني مزيان من الجوانب. هنا الفينيسيون ديال الصابليات الاخرين اللي عندي هذاك الشكل اوفال، فانا غادي نخدمو معكم هنايا في السيليكون باش تشوفوا الطريقه. يعني كناخذ سيليكون بشكل اوفال يكون صغير شويه من القطعه ديال الصابلي اللي عندي، كنوضع تقريبا ملعقه صغيره من الشوكولاته البيضاء المذابه، قطعه من اللوز في كل وحده، ومن بعد فانا كنوزع هنايا قطع من لي فروي كونفي ديالي كيف كتشوفوا معايا باللون الاخضر والاحمر والاصفر، وغادي نرش بشويه ديال العقيق باللون الذهبي. فكيف كتلاحظوا راه المقطع نتاع الفيديو مسرعه معكم بزاف يعني باش ما يجيش طويل، لانه جا فيه تقريبا نص ساعه وعيت كنقص هذا هو الحد اللي وصلت ليه، وهكاك وراه باقي شويه الفيديو طويل لانه فيه تفاصيل كثيره بزاف. كنستمر بنفس الكيفيه حتى كنكمل الكميه اللي انا محتاجه من هذا الموتيف هذا بالضبط. والموتيف الاخر فانا الدائري اللي باللون الاسود وكذلك اللي غتشوفوا معايا من بعد باللون الابيض، فراه كنخدمهم في البلاستيكات الخاصين كيكونوا هكا كيتباعوا خاصين بتزيين الصابلي. هنا كنبدا كنلصق هاد القطع هادو اللي خدمنا مع بعض، يعني بخليط ديال الجليكوز والناباج، كنوضعهم فوق النار حتى كيغليو مع بعضهم، تقريبا معلقه ديال ديال الناباج مع معلقه او جوج معالق ديال الجليكوز كيغليو فوق النار، كنضيفوا لهم اي نكهه كنفضلوا، ومن بعد كنلصقوا عليه هذا الموتيف هذا اللي خدمنا مع بعض. كيكون هو هذا الشكل الاول كيف كتلاحظوا معايا، يعني التلصيقه باش لصقنا يعني كميه الناباج كديروا الضعف ديالها جليكوز باش كيلصق لكم مزيان. هذا الشكل الثاني ديال الورده اللي غادي تشوفوا معايا الثالث عفوا، كنوضعوا وحده مع وحده كنلصقوهم بالتعليكه ديال الكراميل، فانتوما غادي تشوفوها معايا من بعد ما لقيت كل جوج قطع من الصابلي مع بعضهم كناخذهم هكا كنغطسهم في النصف ديالهم في الشوكولاته السوداء، وكنوضع فوقهم نصف حبه من الكركاع. كيف كتلاحظوا كنخليوها شويه فوق البلاستيكه حتى كتقبط راسها وكنحركوها
كنبدلوا لها البلاصه باش هكا كيبقاو الاطراف ديال الصابلي ديالنا مفينين مزيان، ما كيبقاش عندنا داك الشكلاط هكا خارج من الاطراف واخد واحد الشكل اللي ما زوينش. الكركاع كنحطوه فوق الشكلاط ما حدو هكا باقي دايب سايح باش كيشد مزيان في الصابلي. وتيكون هو هذا الشكل الثالث اللي خدمنا مع بعضنا دابا، هو هذا الشكل النهائي ديالو. فهاد الصابلي هذا كيجي لذيذ بزاف، خاصه ديك التعليكه باش لاصقنا الصابلي مع بعض، والكركاع راكم عارفين اللذه ديالو كيف دايره، والشوكولاته السوداء، فراه كيجي لذيذ بزاف بزاف. بالنسبه للشكل الرابع كيف كتلاحظوا معايا عندي هنايا تقريبا 4 أو 5 ديال المعالق كبار ديال الناباج، كنوضعهم فوق نار كنخليهم حتى كيغليو مع بعض، ومن بعد فانا كنضيف تقريبا واحد 24 أو 26 قطعه من الشوكولاته البيضاء. كنستعمل كالا لانه كتكون فيها واحد اللذه اللي زوينه بزاف بزاف، والتعليكه ديالها او الصابلي اللي كنخدموا باللذه فراه كيجي لذيذ. ضفت لها واحد الكميه من النكهه ديال الفرامبواز، وكتجي هاد النكهه خطيره بزاف، فيها واحد اللذه زوينه كتحمق. هنايا خديت كميه من ديك التعليكه، يعني ما درتش الكميه كلها اللي خدمنا مع بعض بالناباج والشوكولاته البيضاء، يعني فرقت الخليط على جوج نصف على جوج او ثلاثة. واحد الكميه ضفت ليها النكهه ديال الفرامبواز باش كنلصق هاد الصابلي هذا اللي خدمنا بهذا الشكل مربع. كيف كتلاحظوا معايا كندير الجهه اللي مسدوده كامله كنوضعوا فيها كميه من التعليكه، وكنسدوها بالقطعه اللي فيها داك الحفره في الوسط. الطرف ديال الصابلي كيف كتلاحظوا معايا كنوضع كميه من ناباجو الجليكوز باش خلصقنا اول شكل خدمنا مع بعض، وكنوضع فيه واحد الوريضه اللي خدماها بلا بات شوكولا باللون الوردي، خدمتها في سيليكون ديال الورده فنسيت ما صورتوش معاكم. كيكون هو هذا الشكل ديالها كيكون زوين بزاف. من بعد ما كنلصق الوريضات ديالي هكا كندوز لهاد الجوانب ديال الصابلي كيف كتلاحظوا معايا كندهنهم بكميه من ناباج الجليكوز اللي ضفت لهم كميه من النكهه ديال الفرامبواز، وكنلصق فيهم كميه من اللوز او الكاوكاو، يعني كل واحد يدير اللي بغا محمر بهذا الشكل هذا. فكيكون المنظر نتاع هذا الصابلي هذا بالضبط زوين بزاف، والمذاق نتاعو رائع جدا جدا. وهذا الشكل ديال الشكل الرابع كيف لاحظتوا معايا فراه كيجي منظر زوين بزاف. بالنسبه للتعليكه ديال الكراميل هي هذه، عندي هنايا العسل، كميه من العسل تقريبا واحد نص كاس، ضفت لها تقريبا واحد 12 او 14 قطعه من الشوكولاته البيضاء، كنحرك مزيان وكنضيف لها كميه من النكهه ديال الكراميل، كنخليوها حتى كتدفى واحد شويه، عاد كنبداو نوزعوها فوق الصابلي وكنوضع الموتيف ديال الشكلاط. كيف كتلاحظوا في هاد الموتيفات ديال الشكلاط فرا متواجدين، يعني الاشكال متنوعه وعديده بزاف في الاسواق. من بعد كنوضع حبه من اللوز في الوسط، نخرج يعني الزواقه نتاع هاد الموتيفات هادو بالملمع الذهبي كيف كتلاحظوا بالاصبع ديالي، كندير هكا غير الصبع ديالي في البواطه اللي فيها الملمع، وكندوزها على الحواف ديال الموتيف الشكلاط من الفوق باش كيبان المنظر نتاعهم اكثر. وتيكون هو هذا الشكل الخامس كيف كتلاحظوا معايا، الخامس او السادس صراحه ما عقلتش شحال من شكل شفنا دابا. وبالنسبه لهذا الشكل هذا فالتعليكه اللي خدمنا بالناباج مع الشوكولاته البيضاء ضفت ليها كميه من النكهه ديال البرتقال، ولصقت الموتيف ديال الشكلاط، والجوانب لصقت فيهم اللوز محمر او الكاوكاو محمر كيف كتلاحظوا معايا. بالنسبه للوز تيكون مهرمش، يعني كيف كتلاحظوا كيكون هو هذا الشكل النهائي. ومن بعد فانا كنضيف الشوكولاته باللون البرتقالي، كتكون رولي راه معروفين يعني وكم متواجدين في الاسواق. بالنسبه للنوغا ديال الزنجلان عندي 60 غرام ديال السكر سنيده مع 60 غرام ديال الجليكوز مع 60 غرام ديال الزبده، كنوضعوا الكل فوق النار، كنخليهم كيغليو بهذا الشكل هذا على نار اللي تكون مهيله، وكنخليو يعني الفقاعات حتى كتولي المقله كلها عامره بالفقاعات. اللي عنده الترمومتر فمن الاحسن انه يستعمله، ما يتعداش درجه الحراره 115، يعني فاش كيوصلوا الفقاعات بهذا الشكل هذا يعني كيكونوا فقاعات شيئا ما كبيره ومتوزعين في الوجه نتاع الكاسرونه او المقله ديالنا كامله،
كيف كتلاحظوا راه باين كيفاش كيكون المنظر نتاعها في هذه المرحله هذه. غنحيدوا المقله ديالنا وغنضيفوا لها 120 غرام من الزنجلان، يكون ما محمر ما والو. كندخلوا النوغا ديالنا في هذا المول تاع السيليكون للفرن حتى كطيب وكتحمر هكا وكتاخذ واحد اللون ذهبي، كتكون كتغلي من الجوانب كامله وكيبان لكم اللون تاع الزنجلان بدا كيتبدل. صافي من بعد ما كتبرد ليا النوغا كنخليها في السيليكون ديالها، كنضيف لها من الفوق واحد الملعقه ديال الشوكولاته السوداء، كنحيدها وكنلصقها فوق من قطع الصابلي ديالي بالتعليكه ديال الكراميل، والوسط كذلك كندير التعليكه ديال الكراميل دوك القطع من الشوكولاته كيف كتلاحظوا معايا في الوسط كتزيين فقط. وتيكون هو هذا الفيديو ديال اليوم، فكنتمنى انه الشرح يكون واضح، واخا صراحه زربت بزاف في هذا الفيديو باش انه ما يجيش طويل بزاف. كيف كتلاحظوا الاشكال كتجي زوينه بزاف المنظر ديالهم ولا حتى المذاق، فراه كيجيو لذاذين. كنشكركم على المتابعه الا وصلتوا معايا حتى لهنايا في هذا الفيديو. شكرا بزاف، نتلاقاو ان شاء الله في وصفات قادمه باذن الله. الى اللقاء، خليتكم على خير.